مشاهدينا الكرام، عدنا بعد الفاصل نستكمل عين الوطن. عين الوطن وحلقة في غاية الأهمية. أسدل الستار عن قضية مذبحة استاد بورسعيد زي ما قلت لكم قبل الفاصل، الإعدام ل 21 متهم، 15 سنة لمدير أمن بورسعيد السابق بقضية مجزرة الاستاد. في 5 خدوا سجن مؤبد، 15 سجن مشدد، 15 سنة لمدير أمن بورسعيد السابق عصام سمك في قضية مذبحة استاد بورسعيد. يا ترى صدى الحكم هيكون عامل ازاي على الشارع المصري، على الشارع البورسعيدي، على التراس اهلاوي، على الشعب المصري بالكامل؟ الناس كلها بتطالب بهدوء الاحوال، ان الدنيا تهدى والبلد تمشي وتكون مستقره. بس هل يا ترى هذا الحكم هيخلي البلد مستقره ولا لا؟ نحن لا نعترض على احكام القضاء، ولكن تعامل الناس مع هذا الحكم هيكون عامل ازاي؟ كلام كتير الحقيقه واسئله بتدور في ذهني وفي ذهن كتير من الساده المشاهدين، هنحاول نطرحها النهارده. واي حد عايز اي استفسار او تحليل او ان هو يشارك معانا، يخش معانا ان شاء الله على الهواء مباشره. هينورنا ويشرفنا في استوديو قناه الشباب وبرنامج عين الوطن. يكون معانا اللواء حماده سميده، مساعد وزير الداخليه السابق. اهلا بيك يا سياده اللواء. اهلا وسهلا، منورنا يا فندم. ربنا يخليك. وهينورنا ويشرفنا الاستاذ ايمن بركات، المحامي وعضو الهيئه العليا لحزب غد الثوره. اهلا بيك يا استاذ ايمن. اهلا وسهلا. منورنا يا فندم. في البدايه سياده اللواء، يعني عايز اعرف حضرتك اولا الحكم شفته ازاي، بحكم حضرتك قيادي في وزارة الداخلية والحمد لله دايما آرائك أنا بستمع لها وبتكون آراء بمنتهى الحيادية. عايز أعرف حضرتك شفت الحكم إزاي ومنظور حضرتك. والله أنا شايف إن إحنا عايشين مأساة، إن الشعب كله حضرتك وأنا كده مستنيين إيه أثر الحكم على الناس. المفروض الانتظار ده ما يكونش موجود. إن القضاء حكم نافذ. ده الحكم عنوان الحقيقة. القضاء ليس له مصلحة في انه يجي على الطرف ده او يحابي الطرف ده. الحكم عنوان الحقيقة. المفروض انا وانت وغيري وغيرك والاعلام كله والناس كلها تردد كلمة واحدة: لا تعليق على احكام القضاء والانصياع الكامل لاحكام القضاء. احنا دولة قانون ودولة مؤسسات. نعم. الله، هنقعد ننتظر كل حكم؟ احنا هنقيم الاحكام. هنقيم الاحكام وعلى هوانا، ولو الاحكام طلعت مظبوطه نسقف لها ونزغرد، ولو طلعت مش على هوانا لا، يبقى ده مش دوله قانون. يبقى ما كانش بيحصل ده قبل كده يا لا طبعا، لا طبعا، كل ده فتنه وابتلاء، وربنا يعني ينجينا من الموتورين والناس اللي بيشعلوا الفتنه يعني. والكلام ده وارد في الاوقات المحن يعني. يقلبوا لك الامور نعم. يعني لو قريت سورة التوبة تجد ان القرآن عمال يعدد كل الفئات اللي قدامنا دي، ومنهم موجودين كلهم في الساحة. نعم. اللي بيقلب الامور واللي بيضخم مش عارف ايه واللي بيلبس التلبيس والكلام ده كله موجود ده. وللاسف مصريين. ربنا يهدي. نعم. فلا تعليق على احكام القضاء، والحكم عنوان الحقيقه، ولا يجب على الشعب كله والاعلام ان يعلق على احكام القضاء، والكل ينصاع ليها، والكل نعم. يعني يؤمن بأن القضاء ليس له مصلحة في هذا الطرف أو ذاك، ولا نعلق على أحكام القضاء مستقبلا عشان نعيش دولة القانون بقى. نعم. هاخد برضو ايضا، هرجع لك تاني سياده اللواء في اسئله في غايه الاهميه، وهروح للاستاذ ايمن بركات، المحامي وعضو الهيئه العليا لحزب غد الثوره، واسالك برضو شفت القرار ازاي او الحكم ازاي، وهل كما يدعي البعض او يقول البعض انه حكم مسيس، انه في داخل فيه سياسه؟ عايز اعرف راي حضرتك بحكم حضرتك محامي وبتعمل في السياسه ايضا. فريده جدا هي الحاله اللي احنا فيها. نعم. احنا في حاله زي ما سياده اللواء بيقول، قاعدين نقول الاحكام بس لما نيجي ننظر للحكم بقى نكتشف ان كل الكلام بتاع كل الاطراف ولا له لازمه. الحكم بنظرتي كمحامي بيقول انا قاضي، قريت الورق واديت كل واحد حقه. الله. نعم. اعدام للي يستحق الاعدام، 15 سنه لقياده امنيه كبيره، مدير امن، براءه للاخرين. الحكم بالنسبه لاهل بورسعيد لازم الناس تبص له بنظره موضوعيه. وتستقبله ازاي؟ يعني ريت لو شايفيننا دلوقتي انا قاصد ده. نظره موضوعيه. في 74 واحد قتلوا في مذبحه استاد بورسعيد. نعم. هل من المنتظر
ان بعد مقتل 74 واحد كل المتهمين يحصلوا على البراءة الكاملة؟ امال مين اللي قتل ال 74 واحد؟ يبقى لازم في ناس مرتكبين هذه الجريمة. اكيد. المحكمة بعد بحث طويل جدا وفحص دقيق جدا توصلت الى ان في ناس شاركت بالفعل في هذه المذبحة، ادانتهم وادانات رادعة وصلت الى الاعدام ل 21، ثم وصلت الى ان في ناس ما لهاش اي دعوة بالموضوع فادتهم براءة. اذا مفيش حالة انحياز، مفيش حالة تربص، مفيش حالة تشبث ضد بورسعيد. هذا الحكم ينطق بذلك. نعم. نيجي بقى تجاه الالتراس. احنا عايزين ايه من حكم المحكمة؟ عايزين العدالة ولا عايزين الانتقام؟ نعم. احنا عايزين العدالة. اذا ما قلنا ان احنا عايزين العدالة يبقى احنا عندنا المحكمة وصلت الى ان في 21 متهم ادانتهم بالاعدام. وده اسعد الالتراس في حالة اوراقهم للمفتي. وهل ده يشفي غليل امهات الشهداء؟ زود كمان ان في مؤبدات وفي 15 سنة قيادات في الداخلية، وفي قيادة داخلية، قيادتين عقيد ولواء بياخدوا احكام تقيلة. يشفي الغليل؟ مفيش حاجة تشفي الغليل بتاع طبعا مفيش حاجة، ولكن يهدأ من روعة شوية. لكن ايوه احس ان يعني نام وارتاح يا ابني، في قصاص، نام وارتاح يا ابني، قصاص. حقك في القصاص وصل. نعم. حقك في القصاص وصل. موجود. هرجع لحضرتك بس عايز اخد من الكلام برضو حضرتك اللي فيه تصريح دلوقتي جاي لنا. انت عارف الوكالات بقى وكله بيطلع. التراس اهلاوي بيقول الاحكام على ضباط الداخليه مغزيه وسناخذ القصاص بانفسنا منهم. ترد بايه يا سياده اللواء؟ والله مع احترامي لشباب الالتراس وكل شباب مصر يعني اللي بيعملوه ده من قاطع للطرق، قاطع طريق المطار ومحطة البورصة ومحطة البنك المركزي، ده كلام فارغ. يعني ايه اللي اقحم الشباب الالتراس في احكام القضاء؟ صح. مين اللي اقحمه في احكام القضاء؟ لا تعليق على احكام القضاء. فكونه انه مجرد انه يعبر عن سواء ضابط شرطه او مش ضابط شرطه، سواء الطرف ده او الطرف ده، هو لا يعلق على. كلنا يجب ان ننصاع لاحكام القضاء. كون ان كده ده كلام مسيس، ده كلام ملوش علاقه بالاحكام ولا حاجه خالص. ده تسييس للالتراس، تسييس للالتراس. يعني الاباء والامهات اناشدهم ان هم يشوفوا اولادهم دول ويقنعوهم ويكلموهم ان ده كلام غلط يا اولاد، مش في مصلحتكم ولا في مصلحه البلد. يعني انتوا لما تقطعوا طريق المطار بتعبروا عن ان السائح اللي جاي او الاجنبي اللي جاي ما تجيش. اما تحصروا البورصه معناها ايه؟ استثمار. اما تحصروا البنك المركزي معناها ماليه واقعه. يعني ده كلام برضه. التراس ايه؟ واحنا في وقت التراس ولا؟ مع احترامي لكل الشباب يعني وشباب الالتراس، خليكم في الرياضه، شجعوا رياضه، شجعوا بروح رياضيه كده وبتاع. انما ايه نزولكم الشارع لا لا لا، في حاجه غلط. في حاجه غلط، في مؤامره احنا واقعين فيها. ايه اللي مدخل شباب الالتراس في الكلام ده؟ شباب من يعني صغير لسه لم يدرك ولم يعي الامور جيدا، ونزج بهم في اتون هذا الكلام. انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل على اللي بيوجه هذا الشباب. طيب انا معايا اتصال هاتفي من الاستاذ محمد عباس. استاذ محمد اهلا بحضرتك. استاذ محمد، استاذ محمد انت معانا على الهواء، اتفضل. ثانية بتشاور. مدير مكتب الاهرام ببورسعيد استاذ محمد عباس اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. استاذ محمد، يا ترى صدى الحكم عامل ازاي خاصة بعد الاعدام ل 21 متهم و15 سنة لمدير امن بورسعيد والقضية اللي سمعنا الحكم فيها منذ قليل؟ هو اصلا رد الفعل بدأ هادي وايضا البراءة لبعض الاشخاص فعلا. يعني البداية كانت بداية هادئة جدا وتحولت لمسيرات غضب عارمة في شوارع بورسعيد. انتهت قدام معديات بورسعيد دلوقتي وقاطعين حركة العبور ما بين بورسعيد وبورسعيد. يعني في بعض الاحتجاجات ومسيرات غضب زي ما حضرتك بتقول. في احتجاجات في الشارع البورسعيدي
بالرغم من توقع الحكم التأييد حكم اعدام ال 21 متهم اللي في قائمه الاتهام الاولانيين، انما الاحكام جت قاسيه في حق بقيه المتهمين اللي حكم عليهم بالمؤبد، والحكم قاسي يعني احنا ما بنعلقش، بس يعني بنقول وقع قاسي على توفيق ملكان اللي هو مهندس الاضاءه بملعب النادي المصري. تمام. طب صدى البراءه حضرتك للناس اللي خدوا براءه، عايز اعرف برضو في ناس خدوا براءه مش كله. اكيد فرحه عند اسر واهالي المتهمين اللي حكم بالبراءه لهم، وان كانت اجواء الحزن عامه بورسعيد مع استشهاد 5 شباب بعد استشهاد ال 45 بعد الحكم الاول في القضيه. تمام. طب هل انا سمعت الحاكم البورسعيدي العسكري البورسعيد قال الحكم ليس نهائيا والبورسعيديون شعب متحضر وسيظلون كذلك، وفي مصدر بيقول ان بدأ يقعد مع الناس ويفهمهم يقول لهم اهدوا وكده. خط فصل. طيب بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طيب استاذ ايمن تعليق حضرتك على ايه؟ سمعنا بيقول ان في ناس خدوا براءه بداوا اهاليهم يفرحوا طبعا، لكن الباقي فيه مسيرات غضب، وده يدل ان هم معترضين على الحكم. هو بالتأكيد الناس اللي خدت براءات وكل اللي يمت لهم بالصلة هيبقوا في حالة سعادة للحكم بالبراءة. بس أنا عايز أقول حاجة يعني مش تأييدا ولكن تفهما للأحداث. أحداث اللي حصلت من الألترس اللي تسبق الحكم بتعطي الذريعة للي يعملوا حاجة بعد الحكم في بورسعيد إن ما هم أصل الأحكام ديت هي أساءت للحكم. نعم. يعني دي الكلمة اللي أنا عايز أقولها لإخواتنا الصغيرين بتوع الألترس. أنا لما قبل الحكم بعمل يعني بعد الحكم لو أنا غاضب وعملت حاجة هيتقال إنه غضبا لأن طار الشهداء ما اتخذش، القصاص لم يتم، لكن سبق الحكم بمجموعة من إجراءات الغضب ومنشآت أيوه أساء للحكم نفسه قبل ما يطلع. خلى من حق انه من ناس وان كان مش حقهم لكن هم بيجدوا لنفسهم الذريعه انهم دلوقتي لما يعترضوا على الحكم يعتقدوا ان الحكم مسيس، بالرغم من ان انا كمحامي شايف ان هذا الحكم كرؤيه بعد ما اقراه كده يعني هتتاكد لدي انه يمكن ان يكون وثيقه قانونيه قضائيه تدرس في التاريخ. يا ريت شبابنا يسمعوا، يا ريت الناس تسمع من محامي اهو لا منتمي حتى مش اخواني، هو حزب لا طبعا مش عشان ما نقولش الحكم مسيس، ولكن للاسف يعني برضه سياده اللواء ان في برضه شباب يعني بياخدهم الحماسه قوي وساعات ما بيفكروش شويه وعارفين ان ده قضاء وحكم 1 زائد 1 يساوي 2 يعني في القانون والحكم في حاجات ماشيين عليه، في دستور، في قانون، في ورق، حضرتك محامي كبير وعارف حضرتك كده، لكن يعني ازاي برضه يا سياده اللواء الناس تفهم ان القضاء ده يعني احنا ما ينفعش نعترض عليه؟ ازاي نفهم زي ما بيقول لك الالتراس بقى يعمل افعال عنف وبتاع عشان لما يحصل يقول لك ده حكم مسيس وخافوا منهم او سمعوا كلامهم عشان ما يعملوش ولعوش في البلد فعملوا هذا الحكم؟ يا ريت تعليق. والله انا شايف ان كلنا علينا واجبات كتيره قوي، بدءا من الحكم او النظام، يعني نظام الحكم يعني والحكومه والجبهه الانقاذ والاعلام والداخلية، كلنا يجب أن نتعاون وفي سبيل أن احنا نكشف الحقيقة. نعم. الحقيقة أن الشباب ده مغرر بيه، دي الحقيقة. هو شباب جميل بس للأسف زي ما الشباب زي الفل وجميل جدا ونحترمهم وكل حاجة، بس مش عايزينه يتحول إلى شباب يعني قاطع طريق، قاطع الطريق للأسف. أو يوقف لنا السياحة ويوقف لنا الاقتصاد. صح. طب ما هو ده هيعود عليه هو بإيه؟ فمطلوب برامج توعية، مطلوب الأسر، مطلوب الجامع، الكنائس، الجامعات، هبة شعبية كده بنوع من التوعية المنظمة. صح. اللي هي نقدر نوصل للي مش فاهم. صح. نوصل له الحقيقة، عايزين نوصل له الحقيقة. نعم. الحقيقة ان احنا عايشين مؤامرة كبرى. نعم. مؤامرة كبيرة جدا على مصر وبتستخدم أدوات مننا فينا. ادوات مننا الفكر ده، اللعب بالفكر واللعب بالافكار واللعب بالالفاظ بيغرر الناس وبيضحك على ناس وبيحول الباطل حق والحق باطل، والكلام ده كله هيبان، والكلام ده حصل مع الرسول. نعم. في المدينة. نعم. وقلبوا لك الامور. نعم. يبغونها عوجا وابتغوا الفتنه وكل الكلام ده موجود. سياده اللواء معلش بدون مقاطعه كلام حضرتك، خبير امني كبير،
حد بيسمعك دلوقتي مواطن بسيط بيقول سياده اللواء بيقول في مؤامره، طب ممكن يقول لك ايه المؤامره دي؟ احنا عايزين نعرف ايه المؤامره دي. المؤامره ويا ترى عشان نعرف ازاي هو نخرج حتى من اللي احنا الان فيه. حتى الان وانا كنت قاعد مع مسؤول امن كبير قوي يوم الاربعاء بيقول لي الخيط دايما بيتقطع مننا. كل ما نيجي عايزين نوصل للخيوط الرئيسيه او الشخصيات الرئيسيه الخيط بيتقطع مننا. اللي بيحصل على الارض يا استاذي، باعتباري انا راجل شفت احداث كتير قوي، قعدت 38 سنه في الشرطه، منهم 10 سنين في رتبه اللواء. اللي بيحصل على الارض ده لا يمكن الا ان يكون هناك الناس قاعده بتنظم بتخطط وعندها كل المعطيات، عندها كل الادوات، وهناك اتصال جيد ما بين المخططين دول والمنفذين على الارض. نعم. لان لا استحاله ان يكون ردود افعالهم كده بهذه السرعه، استحاله تكون جايه عشوائي. يعني منظمه وفي مخططه. منظم. شوف عشان تضرب عربيات شرطه في 3 محافظات في وقت واحد، ده ايه ده؟ ده فين ده فين الكلام ده؟ فينك ايه توارد الخواطر دي؟ يعني ايه توارد الخواطر دي؟ عشان لا دي حاجات منظمه، حاجات منظمه. انا صحيح ما فيش تحت ايدي حاجه، لكن من اللي انا شايفه من التحليل بتاع الاسلوب اللي على الارض، من التحليل بتاع ان هل ده ممكن يحصل عفوي؟ استحاله يحصل عفوي، استحاله يحصل عفوي. زي ما كنا مثلا بنشوف احداث امنيه قبل كده، كنا لقينا ان المخططين بتوعهم مش هنا في مصر خالص، بره مصر خالص. المخططين قاعدين بس بتروح لهم الداتا والمعلومات وكل حاجه، وناس بتحلل وناس بتقول، واللي على الارض هنا هم اللي بينفذوا. بس انا عايز افصل بعد اذن حضرتك ما بين المخططين ايوه واللي بيديروا الاحداث زي ما حضرتك بتقول، برضو انا متفق مع سعادتك، والمنفذين على الارض. بالظبط. المنفذين على الارض مش بالضروره لا يبقوا فاهمين، لا ده اغلبهم مغرر انهم بيتم استخدامهم في منظومه بيديرها ناس تانية خالص قاعده ترسل على الارض مش عارف، بس بياخد يعني بيجي له حاجات من غير ما يكون. بص يا فندم، المسجلين خطر. المسجلين خطر انواع في الشرطه، منهم مسجل خطر مخدرات، سرقه، تزوير، بتاع، وفي المسجل فرض سيطره. اللي موجودين في الشارع ده نوعيه المسجل فرض سيطره. ده بينه وبين الشرطه عداء تقليدي وتاريخي. طب ما ده بتعرفوا تجيبوه ده سهل جدا وعارفين اماكن. للاسف الشديد 70% من المشتركين دلوقتي مع البلطجيه بلطجيه جدد يعني غير اللي انتوا عارفينهم وعارفين اماكنهم، عشان المواطن بيقول لك انتوا عارفين تجيبوهم سهل. دلوقتي الخريطه بتاع الاجرام اتغيرت. يعني الخريطه بتاع يعني الورق اللي عندك دول والمسجلين اللي عندك دول خلاص اركن. اركن خلاص. في ناس جديده. 70% من اللي بيرتكبوا الجرائم دلوقتي، الجرائم المستجده علينا دي جدد. نتيجة تأثير المخدرات، نتيجة البطالة، نتيجة العوز والحاجة، نتيجة التهييج والإثارة، نتيجة كل ده. فأنت الأداة اللي في إيدك اللي أنت بتنفذ بيها أداة طيعة، أداة سهلة إنك تعمل فيها، في بطالة، في ركود اقتصادي، في احتياج، في كلام يعني المادة اللي أنت شغال بيها مادة جميلة سلسة. يعني المخطط ده مش لاقي صعوبة، مش لاقي صعوبة خالص يعني. تمام. تقول لي بيخطط ليه؟ في أسباب كتير أقول لك. وجود مخططين، هوس السلطة اللي احنا فيه ده، زي ما حصل الرسول عليه الصلاه والسلام، أنزل عليه الذكر من بيننا. ايوه يا سيدي، ربنا اراد ان محمد مرسي يبقى رئيس جمهوريه دلوقتي، ايه المشكله؟ في ناس مش عايزه هو حاقد على السلطه القائمه، لانه هو بيحب السلطه وعايز يبقى سلطه، في سبيل ذلك عايز يهلك الحرث والنسل. يا عمي لا، اهدى، ربنا يهديك عشان الامور تمشي. تمام. يعني هرجع لك يا سياده اللواء. عايز اسال برضو الاستاذ ايمن بركات، وهل تتفق مع وجهه سياده اللواء وان هو بيقول ان في مؤامره موجوده وبينفذها ناس، سواء بقى ناس بوعي او بدون وعي او بمخططه ولا لا؟ تتفق ام لا؟ انا عايز اقسم في المساله ديت، اوجد ثلاث اقسام. قسم المخطط المنفذ الذي لا يظهر على الاطلاق، اللي هو الطرف الثالث اللي عمالين نقول عليه مش عارفين نجيبه لحد دلوقتي. اللي هو احنا عارفين كلنا ان هو الفلوس اللي عملها النظام القديم في ايد عناصر موجوده في المجتمع، حريصه جدا على انها تفضل محافظه على مكانتها، وحريصه جدا على عوده النظام القديم باي شكل من الاشكال. ماسكاها بقى من خلال الاعلام وقنوات معينه بتمول، او من خلال افراد، او من خلال نعم تصرف وتمول وتستخدم اعلام، تستخدم على الارض، تستخدم بلطجيه، تستخدم كل حاجه. واللي على الارض
والفريق الثاني اللي هو الناس اللي بتشتغل سياسه. بعض القطاعات من التيارات السياسيه على دماغنا من فوق، نعم. لكنهم مش عارف ليه مش قادرين يستوعبوا انهم يستخدموا. القيادات، انا بتكلم هنا على القيادات مش اللي على الارض، انهم يستخدموا. تعال كده نراقب ونراجع كل المواقف والمليونيات والمظاهرات التظاهرات اللي بتتم. تمام. تبدا المظاهره رائعه، اللي مشتركين فيها ثوار. تمام. والثوار بالنسبه لي ناس وشها منور كده، وشه منور، تلاقي كده النور بيطلع لك من وشه كده كانه كشاف كهرباء. نعم. تروح التحرير في ايام المليونيات، في ايام التظاهرات المدعو لها، تلاقي الناس وشها يفرح. صح. ثم يحصل بقى ايه؟ ينسحب الثوار من المكان. هنرجع للموضوع ده، بس معلش معايا اتصال تليفوني مهم من الاستاذ عمرو غنيمه مدير مكتب الاهرام في السويس. استاذ عمرو اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. منورنا يا فندم. ربنا يخليك انت وضيفك الكريم. ربنا يبارك لك. استاذ عمرو، كنت عايز اعرف بس يعني الاخبار ايه عندكم في السويس، وكنا سمعنا ان في تهديد باغلاق قناه السويس وفي بقى مستجدات كتير. عايز اعرف اخر المستجدات في السويس ومدن القناه اللي عندكم. وطبعا مدن القناه بتتعاطف مع بورسعيد، كانت في الفتره اللي فاتت، وقاموا مع الموقف العصيب اللي بيمروا بيه والعصيان المدني. لكن النهارده الموقف صعب للغايه في كلا الطرفين. حتى انت شايف يمكن حضرتك الموقف حتى في القاهره، سواء من التراس اهلاوي او من بورسعيد، الموقف شائك بين الاثنين. القرار قد يرضي طرف ما يرضيش الطرف الثاني احيانا. انا شايف النهارده ان الطرفين يمكن مش راضيين عن الحكم، لكن الموقف فعلا متأزم وكلنا يعني في غاية الحزن. لكن انت بتشير لمنطقة القناة، قناة السويس، هي الموقف في موضوع المجرى الملاحي لقناة السويس بيتمثل في منطقة بورسعيد، لان انت عارف الاحداث محتقنة، وربنا يعدي الايام دي على خير وعلى بورسعيد، لان بورسعيد قطعة عزيزة على المصريين كلهم ايا كان انتمائهم. لكن ربنا يعدي الغمه دي على خير يا رب ان شاء الله. الموقف في القناه بتنحصر في المدخل الشمالي اللي هو من اتجاه بورسعيد، اللي فيه الاحتدام والاحتقان والعصيان المدني في مدينه بورسعيد. والموقف اللي انت شايفه حضرتك لدرجه ان الجيش اعلن ان هو مسيطر على المدينه بعيدا عن الشرطه، عشان يخففوا حده التواجس بين الاهالي وبين الشرطه. الموقف هنا في السويس هدوء حذر. امبارح كان في التراس اهلاوي كان عامل مسيره، وكان عامل وقفه في منطقه بجوار مسجد الشهداء عندنا في شارع الشهداء في الميدان اللي بيسموه ميدان بارادايس. والحقيقه بيبقوا متظاهرين بصوره حضاريه. الحقيقه كان في السويس اللي انا شايفه دلوقتي حاليا هو هدوء حذر تماما. لكن في المساء هو بيكون هناك الاكثر يعني تنظيما دائما في السويس ما بعد 6 مساء لاي مسيرات او اي توجهات سياسيه او خلافه. طب استاذ عمرو، احنا سمعنا طبعا قوات الجيش انتشرت في بورسعيد، وهل في السويس برضو انتشرت ام لا؟ هي منتشره وموجوده، وانا قدامي شايف استنفار امني وشايف تواجد يعني هل تم تكثيفها بصوره اكبر؟ يعني سمعنا انها في بعض الاماكن معينه، ولا انتشرت بصوره مكثفه اكتر بعد كمان الحكم؟ طبعا في التجمع في منطقه طبعا محيط محافظه ومحيط مديريه الامن، انا شايف في تواجد بصوره مكثفه شويه من المدرعات ووحدات التابعه لتامين السويس بقياده العميد عاهل العربي. شايف في استنفار وشايف في تواجد، لكن داخل المدينه بصفه عامه هي التمركز المعتاد منذ اكثر من شهر، عندما بدات عمليه القرار اللي كان فيه حظر التجوال وما خلافه والطوارئ. لكن اللي انا شايفه هو وجود بعض القوات هناك، لان انت تعلم كمان في السويس حاجه ثانيه، يمكن الناس كلها اتجاه الموضوع مجزره بورسعيد وقضيه مجزره بورسعيد. دلوقتي في السويس كمان في قضيه النهارده بتنظر احد جلسه خط المتظاهرين في 25 يناير 2011، ان احنا عندنا قضيتين في 2011 وفي قتل المتظاهرين في 2013 اللي هي كانت في يناير الماضي من شهرين. فالنهارده برضو في جلسه موجوده في التجمع الخامس، في برضو يعني انتظار للقرارات اللي هتحدث فيها، لانها ما زالت في
اللجان المداوله للمحكمه. نعم. عمرو غنيمة مدير مكتب الأهرام في السويس، بشكرك شكرا جزيلا. طيب احنا برضو هنرجع، حضرتك كنت بتكمل باقي التعليق بتاع الثلاثة. الثلاثة. المخطط ده اللي ما بيظهرش، وقلنا ده اللي بيخطط وبيصرف وبيرتب وبيجهز مرشحين حاليا لمجلس الشعب اللي جاي. المنفذ على الأرض ممكن جدا يتم دفعه مش دفع له، عشان برضو ما الكلام يتم دفعه إلى الأعمال دي عن طريق بعض العناصر الإجرامية. نعم. لأنه في نظرية القطيع في الجماهير، يعني عندما تحتشد مجاميع كثيرة بيسود فكرة القطيع، والقطيع دي مش شتمة، ده الفكرة الأسلوب. يعني لو في 1000 واحد موجودين و3 موجودين في طرف وال3 موجودين في طرف تاني، ممكن يكونوا ال6 من نعم. بتوع بعض. نعم. يحدفوا طوب على بعض، المجموعتين اللي موجودين تهيج الدنيا ويحصل ضرب وما تبقاش عارف مين اللي عمل. نعم. نعم. فده التصرفات يعملها عدد قليل جدا وتسود الفوضى بين الجماهير. السياسيين بقى اللي انا متضايق منهم، زعلان ان ناس سياسيين كبار قوي بنحبهم قوي وبنحترمهم قوي يقعوا في نفس الغلطة مرة واثنين وثلاثة و10 وما بناخدش بالنا ان احنا بندعو المليونية بتستغل. طب ما تدعي المليونية وحذر، يعني عايز تدعي المليونية ما بقولكش ما خلي بالكم يا شرفاء، خلي بالكم من الناس اللي هتخش في وسطكم، خلي بالكم من ان احنا في ميدان التحرير بس، لكن مش هنهجم على كذا. مش سلميين. الثوره كانت 18 يوم سلم، الناس واقفه ولا زي ما سيادة حضرتك قلت وشهم منور وناس زي الفل وولاد وبنات ومسيحيين ومسلمين ولا. بس انا عايز في تعبير عمال يتقال اليومين دول، والتعبير ده مفهومه مش عارف، الناس بتتكلم عن مفاهيم. ايه هو بقى التعبير؟ عصيان مدني. الناس بتتكلم عن عصيان مدني بان انا اقفل ميدان مجمع التحرير بالقفل. ان انا بعمل عصيان مدني بان انا اوقف المترو عشان الناس ما تروحش ما تمشيش. ان انا اعمل عصيان مدني بان انا اوقف المترو كوبري اكتوبر. ان انا اوقف بالقوه. لا، العصيان المدني مش كده يا جماعه. العصيان المدني ان الجماهير بارادتها الحره تقرر الا تعمل، تقرر ان تعصي. يعني موظفين مجمع التحرير يروحوا مكانهم، يروحوا شغلهم ويقعدوا على مكاتبهم، وبعدين يقولوا لا احنا طيب معلش، احنا جالنا خبر عاجل، حريق بنادي اتحاد الشرطه المدني امام نادي الاهلي بالجزيره. يعني سياده اللي هو يعني خبر زي ده متهيألي بيقول لك مجهولين. نادي الشرطه نادي الشرطه بتاع الجزيره. ده نادي اجتماعي مش نادي رياضي. نادي اجتماعي. طبعا تداعيات ما كناش نتمناها ولا نرجوها يعني. وبعدين الشرطه دفعت فاتوره جامده جدا. طب انت عايز تحرق الشرطه، طب وبعدين يعني هتوصل بالبلد لفين؟ الشرطه دي لا مش بتاعت حد، الشرطه دي بتاعت الشعب. نعم. الممتلكات دي بتاعت مين؟ بتاعت الشعب. طب ما بتحرق الممتلكات العامه دي مين اللي هيدفعها؟ ما الميزانيه بتاعت الدوله. تمام. طب هل انت لما بتحرق الشرطه كده انت عايز تكسر الشرطه؟ ما الشرطه بتاعتك، عايز تكسرها اكسرها. عايز تكسرها اكسرها. طب ما الضباط نفسهم والافراد متضامنين معاك في اللي انت عايزه يا فندم. مش الصور يعني ما انا عارف يعني هم مجهولين اكيد. يا فندم ده عيل بلطجي بازازه مولوتوف وهو ماشي يرميها تبقى تحصل حريق وبعدين ننسبها للثوار. برضه احنا مش عايزين ننسب كل الاعمال دي. الشرطه دلوقتي انا بحذر كل من يعتدي على منشآت الشرطه وكل مركبات الشرطه وكل افراد الشرطه هو اللي هيتحمل النتيجة. ايه النتيجة؟ البلطجية يخشوا البيوت بعد كده. انا بقولها لك من بعد جلسات مع مسؤولين امنيين كبار قوي. نعم. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ انت لو الشرطة اتكسرت طب ما انا ما هم عاملين اعتصامات واضرابات. طب مين اللي هيوقف؟ مين طب ما ده انت بتدي رسالة. طيب. معلش انا عندي خبر عاجل. التراس اهلاوي يتمكن من دخول اتحاد الكره ويشعلون النار فيه. ده خبر لسه جاي لنا حالا ان التراس اهلاوي دخلوا اتحاد الكره واشعلوا النار فيه. يا جماعه احنا كده هنولع البلد يعني احنا. وبعدين عايز اعرف التراس اهلاوي او الحكم هل هو مش مرضي ليكم؟ يعني هل هو هذا الحكم
انتوا شايفين ان هو مش مرضي؟ انا عايز اعرف برضو حضرتك محامي، يعني قولوا لي يعني هل هذا الحكم التراس اهلاوي؟ هل هو التراس اهلاوي بيعمل كده ولا مجهولين ولا الناس ما بقتش فاهمه حاجه بصراحه. يعني إحالة أوراق 21 إلى المفتي أسعدت أسر الشهداء. نعم. يبقى لما نقول إن في كمان غير دول ناس خدت مؤبدات وناس خدت 15 سنة وناس خدت 10 15 سنة. يعني 5 مؤبد و6 مدير الامن 15 ياخد سنة. 15 يعني كون ان الحكم مش على مزاجي بنسبة 100% ده مش معناه ان انا احرق البلد. يعني نتريث، لان احنا القاضي من حقه يشوف طبقا للورق مين المدان ومين البريء. كون ان القاضي اعدم ناس وبرأ ناس من اليمين الى للشمال، من اليمين للشمال، معناها انه قرا وفصص وحدد ادوار كل واحد بدقه شديده جدا ووزن بميزان عداله. نعم. نهدى شويه، نهدى شويه، لان يا ريت توجهوا لهم كلام، وسياده اللواء نوجه دلوقتي بيتفرج لا علينا انا واهالينا ونقول لهم بخاف. انا بصراحه عايزين نهدي. انا بصراحه بقول اهو، لسه كان في ليا صديق في نفس الحي اللي انا بسكن فيه بيقول لي عايزين نشكل لجان بقى عشان لما يحصل حاجه نقدر نتصدى للبلطجيه في المنطقه بتاعتنا، وبنشرع في ذلك. البلطجيه يخشوا البيوت، البلطجيه عايزين يكسروا الشرطه عشان الساحه تخلى ليهم. هينسفوا الشارع، هينسفوا الشارع بما فيه خطف، سرقه سرقه محلات، خطف بشر، خطف سيارات، حمولات، هيوقفوا لك الشارع. وبعد ما يخلص الشارع هيخش على البيوت. نعم. هيخش على البيوت. انا بحذر اهو. نعم. بحذر اهو. الفكره والحل عشان برضه اكون معاك، يعني الحل ليس امني، حل سياسي، ان كل واحد يراجع ضميره. نعم. كل واحد يصحى، لانك انت احفادك واولادك صح. مش تعرف تعيش بعديك. صح. صح. يا اللي انت عمال تأجج الامور. انا لو انا جاي سامع في برنامج في قناه فضائيه المذيعه تقول له هم لسه ما اتجمعوش، هم لسه ما اتجمعوش، هم ما عملوش حاجه، يعني ده كلام ده برضه ربنا يحاسب على الكلمه طبعا، ده تهيج واثاره. ربنا يحاسب على برضه الحته برضه عايز اقولها برضه، الشرطه قادره على البلطجيه، بس يا اخوانا افصلوا ما بينكم وبينهم. يعني الشرطه عايزه افصل لي بين البلطجيه وبين الشعب، والشرطه قادره على التعامل معاهم، هم مش مستعصين على الشرطه. نعم. بس ده دور مين؟ نعم. احنا عايزين برضو نتكلم، ده دور السياسيين. مين من السياسيين؟ يعني احنا كله. احنا الفريقين، وقصده حكومه ومعارضه، كله الفريقين والاباء. يعني الدكتور محمد مرسي عليه دور هام جدا، لانه مش من الطبيعي ان الناس تفضل بتتكلم عن الاخوانه وانت ما بتردش، ما بتتفاعلش. الناس في ناس بتتفاعل معاك وفي ناس ما بتتفاعلش. زود حاله التفاعل، اقتحم المجموعات السياسيه اللي ما بتناقش معاك. الدوله العميقه شله حركه الرئاسه عشان تكون في الصوره. يا فندم ما ينفعش نتكلم عن رئيس الجمهوريه، هو ده اللي موجود. ما ينفعش نتكلم عن رئيس الجمهوريه غير قادر. هو ده اللي موجود. الدولة العميقة شل إرادة الرئيس. يا فندم احنا بنتكلم عن رئيس جمهورية، رئيس جمهورية له صلاحيات. لا. يشيل المحافظين ويشيل الوزراء ويشيل، يستخدم مين كل ولا صلاحياته. مين ده؟ انت قلت من كان له مصلحة، من كان يعني اللي كان بيجي له شهريا كده فلوس بيعدها عدا كده كل شهر هتتقطع، اللي كان بيرفع السماعه يقول كن فيكون. اما بتسحب من ايده السلطه والمال حاجه منه. اصل لو قلنا ان رئيس الجمهوريه ليس له، ما بقولش ليس له، لا هو له صلاحيات على الجميع، ليس له القدره، يبقى يسيب المكان. لو اعترف. انت عارف هو بص حضرتك، راجل انا اعتقد انه صبور، انا وانه وانه مطول باله، عسى ان الناس تهدى والناس تفوق. سيادة اللواء، انما ما حدش بيتعاون معاه. انا انت شايف ان مفيش حد بيتعاون معاه؟ لا انا شايف انه هل هو في ايده انه بالتاكيد انا من الناس اللي بتدعم شرعيه الدكتور محمد مرسي، لكن الدكتور محمد مرسي بضعفه السياسي، بأدائه السياسي الضعيف، بيدي الإمكانية للمعارضين له
انهم يهاجموا بعنف شديد جدا وهو ما يبقاش فيه استاذ ايمن يعني انت استاذ ايمن يا فندم ده طب صفات الصبر والحلم والاناه هنحولها لضعف. لا 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 بص حضرتك، يعني كون ان انا اصبر على بص حضرتك، كون ان انا اصبر على المعارض، هو صابر، انا عندي في واصبر الأليوبية، على تهييج الاعلام، انا عندي في الأليوبية واصبر يبقى انا معارض يا فندم، انا ضعيف يا فندم، انا عندي في عليك ده الحلم. ايه هو الحلم؟ لا اتفضل انا عندي في الأليوبية، هنسمع له وهنرجع برضه. انا عندي سيادة اللواء شايف ان الصبر وهل تمام هذا تمثل ضعف؟ انا عندي في الأليوبية، انا واحد بدعم محمد مرسي، بدعم شرعية محمد مرسي، وما طلعتش في مظاهرات ضد محمد مرسي، وبهاجم جبهة الإنقاذ في، واظن حضرتك سامع حواري دلوقتي في ان انا يعني ضد الحرق، ضد البلطجة، ضد كده يعني انا العقلانية فعلا دي مش، لكن لما نقول ان انا عندي محافظ الأليوبية ما زال لحد اللحظة ديت يعمل بشكل أساسي لحساب الفلول، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية محسوب على الثوار وما يشيلوش بجرة قلم وانت رئيس الجمهورية، يبقى الرئيس ضعيف. انا ما بتكلمش هنا على حديثه مع الخصوم، حديثه مع مؤسساته نفسها. انت لما يبقى في مسؤول انت اللي معينه، واكتشفت او المجلس العسكري، واكتشفت انه مسؤول يعمل ضد مصلحة مصر وضد مصلحة يا سيدي ضد مصلحة الأخوانة اللي انت يعني ايه بتتهم بيها، شيله. نعم، شيله، هات واحد تاني قادر على ان هو يخدم الجماهير. احنا 90% من المشاكل يحصل اذا المسؤولين كرسوا جهدهم لخدمة الجماهير، بحيث ان الناس تحس ان في خدمات عايز المواطن البسيط عايز حاجه لا يهمه دستور ولا يهمه ايه، يهمه ان في حاجه على الارض ملموسه فيحسوا بيه. طيب احنا عندي خبر بيقول ان محتجون يقطعون كوبري اكتوبر اعتراضا على الحكم. الظاهر الاعتراضات ربنا يستر، احنا داخلين الظاهر مش عارفين هيحصل ايه. وعندنا في موارد القوات البحريه تسيطر على رصيف ميناء بورسعيد السياحي عشان تامينا للموقف، ربنا يستر. اذا الفوضى هي العنوان، العنف سيد الموقف، والخوف يسكن البيوت، والساسة يتنابزون ويتصارعون على الكراسي. للأسف هو ده اللي احنا شايفينه. والوطن في دوامة، والشرطة في عمق الإعصار. الشرطة يا سيادة اللواء، يعني الحقيقة مشهد الأيام اللي فاتت كنت بشوفه كان بيضايقني. كنت دايما احنا معتادين ان الحرامية بيجروا والشرطة بيجروا وراهم. دلوقتي للأسف لما اشوف لواءات يعني بيجروا وظباط شرطة بيجروا وفي ناس بيجروا وراهم، او لواء او ضابط شرطه بيخاف ويلبس لبس عشان بنشوف بيفتشوه في العربيه، يعني ونشوف الاقسام بتتقفل دلوقتي والناس يعني عايز اعرف برضه. هقول لك حاجه يعني اصل بص، اصل مفيش حاجه اسمها ضابط شرطه بيخاف ولا عسكري بيخاف ابدا، ما بيخافوش ولا حاجه. هو ما في ممكن احنا مش عايزين التهور برضه، هو كون الراجل برضه احنا عايزين ندي الاوصاف حقيقتها. يعني هو كون ان انا ضابط او فرد شايف ان انا لو استخدمت القوه هاجج الامور فبنسحب، هل الانسحاب بتاعي ده ضعف مني؟ لا ابدا، ده حكمه، ده حكمه، ده حول من الحكمه. معلش انا هرجع له بس هنشوف راي المواطن. معانا الاستاذ عبد الله وارجع لحضرتك تاني يا سياده اللواء. استاذ عبد الله من الوادي الجديد، اهلا بيك يا استاذ عبد الله. اهلا بحضرتك يا فندم. نورنا يا فندم، اتفضل. الله يخليك يا فندم. مساء الخير. الاول انا دلوقتي بس بتكلم كلمتين قبل ما ادخل في الموضوع. انسحاب الشرطه وقفل الاقسام والعصيان، يعني اللي احنا نعرفه كمواطنين عاديين ان القوات المسلحه والشرطه لا يحق لهم العصيان ولا يحق لهم التظاهر، هم صمام الامان في الدوله. فالشرطه يعني وصلت الى درجه الشعب يئس منها. عايزين نقول نتكلم من الاخر، الشعب يئس منها، لا عايزه تحمي حاجه ولا عايزه تشتغل ولا عايزه تتواجد في شارع. المرور مكدس في كل مكان، الشرطه لا تعمل في الاقسام، اطلب الاسم ولا اطلب النجد تجيلك تاني يوم او ما تجيش، اطلب المطافي ما تجيلكش الا تاني يوم. دلوقتي على الشاشه حضرتك نادي الشرطه في الجزيره كله ولع نار، ما فيش عربيه مطافي واحده، ما فيش ضابط، ما فيش اي حاجه من الامن بتاع الدفاع المدني متواجد. تخاذل الى ابعد الحدود، الى ابعد ما تتخيل الحكومه. هل هؤلاء يتقاضون المرتبات ولا يخافون الله عز وجل؟ انهم يقولون السحت كده، ما اخذ مرتبه ما يشتغلش ويقفلوا الاسم ومش شغالين. هات لي لو واحد مواطن عادي غلبان في وحده محليه عمل كده كانوا ذبحوه. ده يرضي مين؟ يعني يرضي مين؟ مش عايزين نقعد نجامل. الحل الجذري حضرتك لو سمحت دقيقه واحده، الحل الجذري فورا ان باب الاكاديميه بتاعت الشرطه يتفتح ويقبل 30,000 40,000 من خريجي الحقوق سنه 2009 و10 و11 فورا دلوقتي، وياخدوا دوره 3 شهور
ويتعينوا ضباط ويطهروا الجهاز ويريحوا الشعب. احنا قرفنا وتعبنا ومللنا. كل نعم. الناس بقى عندها يأس من الشرطه، عايزين نقول دماغهم عشان يشتغلوا، تلاقيهم في الشارع واقفين حضرتك لو وقف وصل ظهروا للشارع. تمام وصل رايك استاذ عبد الله من الوادي الجديد، وطبعا اكيد سياده اللواء هيجاوب عن ده. هو لا احد ينكر ان الشرطه شالت على ابائها كتير، وفي عندنا شهداء اكتر من 200 شهيد، 6000 مصاب، عندنا كتير جدا من الشرطه شالت اعباء، ولكن سياده اللواء البعض بيقول هل الشرطه كان يعني تيجي في وقت ده، في منهم البعض استسلم ان هو يعتصم ويقفل الاقسام وكده، هل انت مع هذا ولا ضد؟ دي طبعا انا بحترم الراي استاذ عبد الله من الاستاذ عبد الله، بحترم رايه طبعا، بس هو يعني هو شايف قراءه يعني سطحيه شويه للامور، ولكن مش عايش احوال الناس دي ولا حاسس بيها يعني. هو بيحكم ظاهري بس، انما لو جه واحتك بيهم وقعد معاهم وشافهم اعتقد انه هيغير رايه يعني، هيغير رايه. الشرطه بقت عامله زي واحد دلوقتي انت قطعت ايديه ورجليه وتبريه في الميه بتقول له عوم. هي اللي محطوطه في وشك. هقوم ازاي؟ طب اقول لك لفظ بالبلدي قالوا لي واحد امبارح، اعوم ازاي وانت مقطع لي ايدين ورجلين؟ اعوم ازاي؟ طب يجي الاستاذ عبد الله ينزل معانا في تصادمات ما بين الشرطه والمسيرات اللي بتحصل دي، ويفصل لي ما بين البلطجيه الحقيقيين والثوار الحقيقيين، ويشوفني انا هعمل ايه. انما اللي حاصل انك انت اللي بيتقدم الصفوف المغرر بيهم، واللي خافي واللي بيعمل كل الاحداث دي وبيشعل النار دي، ده هو ده اللي له مقرب. فالشرطه دلوقتي بقى لها سنتين تكسير عظام. نعم. تكسير عظام. الشرطه كلهم عندهم حماس وعندهم اصرار، ولسه السيد وزير الداخليه مطلع بيان يوم الخميس بيقول هذا الكلام. وانا على اتصال شخصي بضباط كتير قوي، لسه متصل بيا عميد من القليوبيه بيقول لي يا حماده بيه، قلت له ده يومكم، ربنا اختاركم ان كنتوا اللي تبقوا موجودين دلوقتي، اوعوا تتخلوا عن دوركم. انت معترض على الناس اللي اعتصموا وقفلوا اقسام ولا معاهم؟ انا لا طبعا غلط، لان ده زي ما حضرتك قلت ممكن هيخلي الناس بقى تسرق وتقتل ومحدش هيروح. لا ده هي دي وقت الصمود، وقت التضحيه، وقت الفداء. نعم. هو ده لا نتخلى ابدا عن الشعب. نعم. لا نتخلاش عنه. بس انا بس عايز اقول ايه، عايزين نهيئ له الفرصه، بس نهيئ له الفرصه، لانهم برضو شباب صغير، برضو في منهم ضباط صغيرين وفي منهم افراد صغيرين، عايزين نهيئ له الفرصه. انما هم مضحضحين يعني. صحيح الشرطه يعني كانت قبل صبر 25 يناير لها اخطاء، مفيش كلام، لها تجاوزات. اساءت لهذا الشعب. انا بعترف. لكن مين اللي اساء؟ 5% منها. لكن الجسم الباقي ده كله كان بيجري ورا حمايه المال والنفس والعرض. اكمل بس الكلمتين دول. والشرطه الوحيده اللي دفعت الثمن بعد الثوره. صح. مع ان كل الدوله شاركت في موكب الفساد. صح. الله. واسرت وكل اللي اسروا وكل اللي نهبوا وكل اللي سرقوا بتاع قاعدين بيتفرجوا دلوقتي، وسايبينهم ماسكين في الشرطه. لان طيب انت بقى كمواطن مصري بقى افهم بقى ان اللي بيكسر في الشرطه ده ضدك، مش معاك. صح. فانت تعاون مع الشرطه عشان الشرطه تقدر تحميك. مواطن بسيط يا سياده اللي هو امبارح قال لي كلمه، فلقيته بيقول لي انا عايز اقول لحضرتك حاجه. قلت له ايه؟ قال لي بالبلدي كده الشرطه هي اللي دفعت حاسبت على المشاريب. يعني جابها لي، حتى قعدت افكر. قال لي ان هم يعني اللي دفعوا حاسبوا على المشاريب في الاخر، يعني قعدنا شربنا كلنا هم اللي حاسبوا على المشاريب. فين الفاسدين اللي كانوا في وزاره الزراعه؟ فين الفاسدين اللي كانوا في وزاره الصناعه؟ فين الفاسدين اللي كانوا في الاستثمار؟ فين كفاءه المجتمعات العمرانيه؟ فين الفاسدين دول كلهم؟ صح. لا هم دول ملائكه، ودول هم اللي كانوا دول اللي خلوا فيه بطاله، ودول اللي وفين المسؤولين عن الخدمات الصحيه والخدمات التعليميه والخدمات واللي ادت الى هذا الجهل وهذا كله. الشرطه هي اللي تدفع الثمن ده كله. نعم. هرجع لك برضو. السكك الحديديه توقف من والى القطارات اللي رايحه لبورسعيد تحسبا لاي ازمات في الموقف. النيابه بتنفي الطعن على الحكم وبتقول انها تؤكد انها ستفحص الحيثيات. برضو هناخد راي المحامي الجميل الاستاذ ايمن بركات وهنعرف منه. يعني برضو عايز تعليقك اولا على موضوع الشرطه، وهل انت شايف انت مع ولا ضد الاعتصامات؟ هل شايف ان الشرطه فعلا ظلمت؟ لا، هو مع او ضد الاعتصامات؟ بالتاكيد انا ضد اعتصامات الشرطه.
يعني ما ينفعش ان الشرطه في مكان ما تعتصم فيبقى ما فيش امن. يعني احنا بنقول ان الامن ضعيف نقوم نلغيه خالص، ده بالتاكيد انا ضده. لكن هم في حاجه هم الناس رجال الشرطه بيتكلموا عنها، اللي هي الحق في المواجهه. انا بتهاجم لما بواجه بتحاكم. نعم. عايزك توصف لي امتى اعمل ايه عشان لما اوصل للحظه ضرب النار اضرب نار وما اتحاكمش، ويبقى القانون حميني، ويبقى القانون حميني في منطقه. الناس اللي بتدعم الاعتصامات الامنيه وباعتبار ان دي حاجه تطور في الثوره مش واخدين بالهم خالص من الجزئيه دي. فانا بقول لهم أصلاً يا ثوار يا ثوار يا من تعتقدون ان اعتصامات الشرطه لصالح الناس اللي موجوده في الشارع وبتتكلم عن الثوره. اعتصامات الشرطه جزء منها، جزء من مطالبهم هو التوصيف ده. نعم. اللي هو امتى اعمل ايه وتقنين تصرفاتي، باعتبار ان انا ما ينفعش تحطني في مواجهات مع ناس بتضرب بخرطوش وبتضرب بسلاح. ثم لو جيت ضربت طلقه يقول لك ده جم ضربونا تحاكمني علينا وتحاكمني. صح. وده هدف من اهداف الشرطه في الاعتصامات. فيعني يلي بتدعموا اعتصامات الشرطه في السكه دي خدوا بالكم انكم اول من سيتم ايذائه، لانكم انتوا اللي بتهاجموا. لا يعني اللي بيهاجم، اصل التوصيف هيبقى ايه؟ هيبقى فيه ايه؟ اللي في ميدان التحرير عامل مظاهره ما يتهاجمش، لكن اللي بيهاجم منشأة حكومية او بيهاجم منطقة امنية ممكن يصل القانون في التعديلات والتوصيفات لانه يتضرب بالنار في الحال ولا يحاكم. انا معايا خبر عاجل وهاخد فيه راي سياده اللواء. وكاله رويترز: محتجون اوقفوا عبارات قناه السويس في محاوله لعرقله الملاحه. يعني هل ده ناخد كلام حضرتك اللي هو الخطه الممنهجه اللي بنقول عليها؟ لا ده مش بتاع بلطجيه بقى كمان. ده الموضوع لا ده بتاع بص، مخابرات جميع الدول العالم راكبانا دلوقتي. عشان تكون في الصوره، مصر مستباحه. مصر مستباحه من مخابرات الدول العالم كلها وحوالينا. يعني اسرائيل اذا ما اشتغلتش دلوقتي مش هتعرف تشتغل بعد كده. تمام. اي واحد ليه مصلحه في مصر دلوقتي في هدم مصر وعدم قيام مصر كدوله رائده عربيه اسلاميه في المنطقه هيعمل دلوقتي الكلام ده. يعمل دلوقتي الكلام ده. المصريين لازم يفوقوا. تمام. لازم يفوقوا وكل واحد كده هياخد دش بارد كده عشان يصحصح. الكلام ده كلام فارغ. احنا بنديهم فرصه. المفروض دلوقتي الشعب كله يعني يشارك بقى في الموضوع. ده قوته وحياته. الله، ده حريته. ده انتوا بتروحوا في ده بقى. هنسيب مجموعه لا تمثل اقصاها في الشوارع كلها 2 مليون تقود 94 مليون؟ لا مفيش 2 مليون. مفيش 2 مليون. مفيش 2 مليون كمان. اللي بيعمل اعمال ضد مصلحه مصر مفيش 2 مليون. اصل لو في 2 مليون يبقى ده رقم يعني انا ببالغ بس شويه. لا ما نبالغش في اعداد، ما نبالغش في اعداد المخربين. يعني المخرب لاقتصاد مصر، المخرب للمنشآت، المخرب ما ينبالغش في اعداد. انا واحد من الناس دلوقتي انا مستعد دلوقتي اخد سلاح واروح اشوف الناس دي واضربها. المفروض كلنا نشارك في الموضوع ده. نعم. الله يا اخوانا، بلدنا بتخرب. ده كلام يضرب عبارات في قناه السويس. ده عدو لنفسه وعدو لوطنه وعدو لبلده وعدو لينا كلنا اللي بيعمل الكلام ده مهما كانت مبرراته. صح. مشكلة ان في اعلام بيساند ده ويقول لك انه محتجون ومتظاهرون. المشكلة ان في اعلام للاسف الاعلاميين اللي اججوا نار الفتنه دي واللي هيجوا الناس واللي حرضوا واللي عملوا دول لن يتركوا بدون محاسبه. نعم. لن يتركوا. نعم. ليه؟ لان الناس بس لما تفوق كده وتعرف الحقيقه مش هيسيبوهم، هيتحاسبوا حساب عسير. نعم. لان دول فعلا قلبوا الامور ضخموا الصغيره، عملوا من الصغيره الكبيره ومن الكبيره صغيره وبتاع. نعم. كنت عايز اتكلم على اعتصام ضباط الشرطه. ضباط الشرطه بيتكلموا في حاجات معينه. اولا اقاله وزير الداخليه. نعم. انا عايز اقول ان الفرق بين الوزير الحالي والوزير السابق في حاجه حصلت على الارض. ان ايام الوزير السابق وكلهم ناس اكفاء وناس محترمين وانا يعني ليا علاقه بيهم، يعني
وبشكرهم على هذا الاداء. معلش هقطع في حاجه مهمه جدا. وده اهالي بورسعيد الظاهر سمعوا كلامك ان هم وقفوا واحتجوا على الناس اللي بيقطعوا ده لازم. يعني اهالي بورسعيد، انا اناشد كل الشعب ينزل، اناشد كل الشعب، اناشد الشعب ينزل، يروح عند اللي حرقوا نادي الشرطه، ويروح عند البورصه، والشعب اللي يقف بقى. صح. الشعب اللي ده انت مش هتلاقي تاكل بعد كده. احتج كيفما شئت بس بشرط الا تخرب مصر. بص اعمل اللي انت عايزه، بس لا تستخدم العنف. لان العنف ده ربنا قال لي سبحانه وتعالى. بس هرجع بقى هنرجع تاني برضه للرسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ربنا هو اللي بيولي الحاكم الظالم والحاكم العادل، وهو اللي بيحكم الفاسد والصالح. ويجب على الإنسان المسلم الحقيقي المواطن الحقيقي أنه يرضى بما أراده الله. حتى لو طب عايز يعترض، قال لك يعمل كل حاجة إلا استخدام العنف. ليه؟ لأن العنف هو اللي بيعمل فتنة، والفتنة بتشق عصا الأمة، والفتنة أشد من القتل. فنظرا لأن المخططين عارفين أن اللي هيقلب الأمور النار والدم، فكل نهجهم مبني على النار والدم. وده اسلوب اسلوب الكفره والمشركين. يعني ده اسلوبهم واللي عملوه. اكمل بقى على العصيان. بيطالبوا باقاله وزير الداخليه. وزارات الداخليه كلهم يعني ناس محترمين وناس بتأدي وبتاع، بس الوزير السابق كان اقصى حاجه بيعملوها المحتجين المولوتوف والحجار. كان الموضوع شويه اهدى من دلوقتي خالص. دلوقتي شايلين سلاح عالي. صح. ادي المتغير الجديد اللي على الارض. صح. ادي المتغير الجديد على الارض. والوزير الحالي راجل برضه بنفس الصفات، عنده حلم وعنده صبر وعنده بتاع العسى. زي ما تشوف ابنك كده بيغلط توجهه من بعيد، يعني ليه يمكن يحس على دمه ويختش. صح. لان العنف بيجيب عنف، والعنف بيولد العنف. فلو كان الحاكم او كان لو الشرطه استخدمت عنف قصاد عنف الدنيا هتخرب. بس في ناس مش شايفين كاسات اللي في ناس معترضين بيقول لك ان الوزير ده جاي بيسحل وجاي ابدا والله. ده الراجل دلوقتي بيواجه ادي ضباطه كانوا يعني قاموا عليه محتجين ساعة زميلهم الشهداء اللي ماتوا في بورسعيد، وراجل تحملهم بصدر رحب. لانه عارف انه لو امر باستخدام السلاح قصاد سلاح الدنيا هتخرب. قاموا عليه ليه؟ عشان زميلهم ما كان اللي ماتوا دول بدون سلاح، عشان ما اداش امر بضرب النار في بورسعيد. بالظبط. وقال لك احنا مش معانا سلاح اصلا، مش معاهم سلاح، معاهم كرتوش. الضابط اللي لسه ميت بتاع مصر القديمه للاسف يعني ده ضابط رايح يقوم بعمل، ورايح بتاع بغته كده. طب الاخ اللي كان بيتكلم عبد الله ده بقى بتاع، طب بيقول لي نعمل ايه احنا ايه بقى؟ نعمل ايه الظباط بقى؟ تضرب يا عم بقى ولا ايه؟ بعد اذن حضرتك استاذ عبد الله قال اقتراح انا شايفه من الاقتراحات الجميله اللي هو ممكن يبقى حل لمشاكل على المدى الشرطه والقضاء كمان والنيابه، اللي هو استخدام طاقه المحامين. دي المحامين اصلهم دراسات الشرطه بتبقى دراسات حقوق. ايوه طبعا. يعني اللي ما يعرفش دراسات حقوق بياخد عليها مواد شرطيه، فاللي بيخش اكاديميه الشرطه بياخد مواد شرطيه، ممكن ياخد دوره 6 شهور ويبقى ويقدر يبقى مؤهل يا سياده اللي هو يقدر ينزل يتعامل مع. ارد عليك يعني عايزين ارد عليك. يمكن بعد ما نخلص يمكن انه يعني ايه شفط طاقه من المحامين لدعم الشرطه بشكل سريع. انهم ممكن جدا في خلال سنه ونص سنتين اكاديميه الشرطه تخرج عدد من الضباط يكفي. لان احنا لما نيجي نشوف العدد فعلا، لما نيجي نشوف مركز من المراكز يتبعوا 40 او 50 قريه ونلاقي فيه عدد الضباط 15 مش هيقدر يغطي المنطقه. انا مع حضرتك كذلك القضاء مع حضرتك. بس كذلك انا عايز اقول حاجه. انا دلوقتي غيرت كل رجال الشرطه. لا انا ما بقولش لا هدي فرضيه. لا انا بدي فرضيه غيرت كل رجال الشرطه. والموقف هو زي ما هو. طب هتخلي الجداد دول يعملوا ايه؟ قصدك الناس هينتهجوا نفس اللي هيتعاملوا معاهم بنفس التعامل؟ اللي احنا الموقف اللي احنا فيه ده مش مطلوب تغيير اشخاص اكتر منه تغيير فكر وتغيير باسلوب مواجهه واتفاق ما بين الحاكم والمحكومين على المعالجه بتاع الكلام ده. يقوم بيه بقى اللي موجودين او ناس غيرهم ما تفرقش معايا.
طب انت مع وجود الشرطه انه ياخدوا الذخيره الحيه وياخدوا لا، الثروات ولا الحل ليس امني. الحل ليس امني؟ لا، الحل امني في حاله واحده بس. لو فرقت لي بين البلطجيه والثوار الحقيقيين. ما يقول لك مش عارفين لا نفرق. لا، انا بقول لك ليه، لان دي جايه في القران برضه، زي ما قلتها برضه مره قبل كده. في عام الحديبيه الرسول عليه الصلاه والسلام كان رايح يعمل عمره ويفتح مكه ومعاه 40,000 رجل، وبعدين ربنا اوحى اليه قال له اجلها للسنه الجايه. فقال له اجلها السنه الجايه ليه بقى؟ الصحابه اعترضوا وبتاع، فام سلمة قالت له احلق شعرك واغتسل وارجع وهم يرجعوا وراك. نعم. كان ليه بقى؟ لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ان تطؤوهم فتصيبكم معره. هو الشرطه واقعه في الموقف ده. نعم. لو تزيلوا لو كنا فرقنا ما بين المؤمنين والمسلمين بينهم وبين الكفره في فاصل، انما انت هتخش هتضرب هتموت مسلمين هيصيبك معره. ايه المعره بتاعتنا احنا دلوقتي؟ اللي خد اعدام دلوقتي او اللي خد مؤبد مدير الامن وبتاع، هي دي المعره. هتقع تحت المساءله. افصل لي يا عم عشان ما اقعدش تحت المساءله، افصل لي. فهنا لو تزيلوا الشرطه ممكن تبقى حل امني. نعم. لان الشرطه قادره باعدادها دي وزياده كمان. انما انا عايز حلول بقى عشان الوقت خلص. الحل السياسي. الحل السياسي وتقول لنا ازاي المواطن البسيط تعب يا سياده اللواء وعايز يحس بحل على ارض الواقع. عايزين نهدى، احنا تعبنا وعايزين نهدى. ايه الحل؟ واخد برضو من الاستاذ الحل. انت عندك جميع الاطراف تشترك، جميع الاطراف، كل الناس من اباء وامهات ورئيس جمهوريه ووزراء ومحافظين وحكم محلي واعضاء وناس سياسيين ومعارضه وحكم، كله يتفق على حاجه واحده بس. نعم. عدم استخدام العنف. عدم استخدام بس العنف. اخر بس. كلمه من الاستاذ ايمن بركات عشان الوقت خلص خلاص. يعني الحل فين وشايف ازاي ممكن ان شاء الله الايام الجايه، وتدي رساله برضو للمشاهدين عشان يطمئنوا ان شاء الله. انا عايز ادي رساله للدكتور محمد مرسي ولجبهه الانقاذ. نعم. الاثنين. نعم. سريعا. يا دكتور محمد مرسي، افتح صدرك للجميع وكتر شويه. نعم. من عدد اللي تقدر تستوعبهم. نعم. عشان نفيد مصر. نعم. والجبهه الانقاذ حنانيكم على مصر. حنانيكم على مصر. انا يعني انتوا نورني اللواء حماده سميده مساعد وزير الداخليه الاسبق، واشكرك على ارائك القيمه الجميله واتزانك العقلاني. نفسنا كل الناس تسمع الاراء الجميله دي وان شاء الله ننفذها على ارض الواقع. ونورنا الاستاذ ايمن بركات المحامي الجميل وعضو الهيئه العليا لحزب غد الثوره. انا بشكرك يا استاذ ايمن وبشكر الساده المشاهدين. كانت حلقتنا النهارده عن قضيه مذبحه استاد بورسعيد اللي تم فيها اعدام حلقه فريده. طبعا حلقه فريده بوجودكم كمان معانا. و15 سنه لمدير امن بورسعيد السابق، و5 خدوا مؤبد، و15 سجن مشدد، وشفنا اتحكم فيها ناس كتير. صدى الحكم ناس متفقه وناس مختلفه، لكن احنا نفسنا ان البلد تهدى، الناس تتقبل القضاء وتقبلوا الحكم. نفسنا الناس تحب مصر يا جماعه، مش عايزين المؤامرات. الناس اللي عايزه تخرب مصر ما نديش فرصه ان حد يخرب مصر. قد تسقط كل الخلافات ولتبقى مصر حره امنه مستقره. ابعتوا لنا على جروبنا على الفيسبوك برنامج عيد الوطن. بشكر محمد الاشعبي المخرج معدنا الجميل، واستاذ هيثم مخرجنا وكل فريق العمل. كنت معاكم النهارده رامي العقاد، وفي الختام بهدي لكم كل محبه وكل سلام والى اللقاء.